يا مساء الهنا ويا مساء الجمال ومساء الرضا عليكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. خلاص بقى يا جماعة، العيد خلص يا خسارة خلاص، ونرجع تاني للدروس والامتحانات والتقييمات. يلا بقى، الله يكون في عوننا جميعا. بصوا بقى، هنا بقول لكم محدش بيصور خيبته يا جماعه، بس انا يعني كنت مقتنعه ان انا، بصوا يعني، اجمد واحده في عمايل طاجن الرز المعمر. اتعلمته بسرعه جدا وبقيت اعمله على حسب يعني خبرتي، لما بشوف المحلات والمطاعم بيطلعوه عامل ازاي، كميه القشطه كميه السمنه وشه عامل ازاي، فتقريبا عشقت انا الطاجن بتاع الرز المعمر. بس النهارده بقى اتعمل غير خالص. بصوا، عملت 2 طاجن. اللي هو الاساسي طلع خيبة مني شوية، انا زودت فيه حاجات ما كانش ينفع ازودها. التاني اللي عملته باستعجال كده وعملته بسرعة، ده التاني بقى يا جماعة اللي قدامكم، ده طاجن الرز المعمر اللي ما كانش معمول حسابه. شايفين طالع بالجمال ازاي، وشه عامل ازاي، مليان لبن مليان سمنة بلدي. اللبن كان مليان قشطة ما شاء الله بخيره. هنا احنا بنحبه بالمنظر ده، بنحبه مستوي شوية كده زيادة شوية. زي ما انتم شايفين كده، نحبه ان هو يكون طري. ما شاء الله طلع تحفة تحفة. الطاجن ده طاجن صغير كده بايركس، ما كانش معمول حسابه خالص ولا في الحسبان. اما الطاجن التاني اللي انا كنت بستعد له وخلاص بقى اعمله كبير وهيطلع جامد جدا، للاسف طلع خايب خالص، اللي هو ده. شايفين طالع عامل ازاي؟ في فرق شاسع بين الطاجن ده والطاجن ده. هنا برضو بعد ما طلعته من الفرن قعدت اغرز فيه كده عشان ازود له سمنه، الاقيه يتعدل شويه. الحمد لله اتعدل واتاكل وطعمه كان تحفه طبعا. هنا بقى غسلت، عندي كان كيلو وشويه، كيلو شويه ومن الرز، ما كانش كيلو صافي، يعني تقريبا يعني كيلو وربع. هنا الصينيه الاساسيه اللي انا كنت هعمل فيها بقى، وفرحانه ان انا اول مره اعمله في طاجن كبير. فحطيت هنا الرز وبملحه بملح وبس، ملح بس، واحط عليه اللبن. اللبن بخيره، يعني مش بخيره اللي هو بتاع المحلات، لا بخيره يعني من بتاع الجاموسة، مليان خير ما شاء الله. القشطة بتاعته كتير. فهنا ملحته بملح بس، واحط عليه السمنة وهنزل عليه باللبن. آه عملت فيها نصحة بقى، وقلت لا ده انا حاساهم شويه صغيره على الصينيه، فانا هكمل. فيا ريتني ما كملت، لما كنتش كملت بقيت الرز التاني، وسبت حبه كمان للطاجن الصغير اللي هو ما كانش معمول حسابه، ده كان الطاجن ده طلع بصوا بيرفكت 100%. حطيت السمنه وهنزل دلوقتي عليه باللبن، واحط بقيه الرز، شويه الرز اللي انا عينتهم، ويا ريتني ما حطيتهم. دي غلطه مني يا جماعه، المفروض يبقى تلت الصينيه رز، تلتها رز، والتلتين التانيين مش بيبقى للاخر سايحه، بتبقى لبن وشويه ميه كده عشان يطلع مفرفض معاكي. بس احنا بنحبه بصراحه مستوي زياده. خلاص هنا هنزل بقى باللبن. كان عندي كيلو حليب، بحط الكيلو على الطاجن ده والصينيه، وبحط عليهم كمان تلت الكميه ميه، تلتها بس ميه على الطاجن ده والطاجن ده، عشان يطلع معاكي مفرفط كده وحلو. بس انا لو بحبه مستوي شويه وبان فيه اللبن قوي، بقلل الميه، وبيبقى بالطريقه اللي قدامكم دي. الصينيه دي طلع مفرفط خالص، اتاكل والله وكان حلو، بس ما كانش عاجبني انا، ما كانش اختيار الموفق بالنسبه لطعمه او بالنسبه لشكل الطواجن المعمره اللي بنشوفها في المطاعم، تبقى مليانه قشطه، الرز مستوي قوي، مليانه سمنه، اللبن فيها باين قوي. ده كان في الطاجن التاني اللي ما كانش اصلا معمول ولا في الحسبان، وما صورتهوش كمان كده خلاص بعد الطلعة الأخيرة. بصراحة ما كانش عاجبني 100%، بس طبعا طعم الحمد لله كان حلو، وكان مفرفط خالص. الرز كان مفرفط كده أول ما طلع، لازم يبرد شوية يا جماعة كده، ياخد راحته، هتلاقوه طعمه تحفة، وكمان ريحته ما شاء الله فوق الخيال. بس الشكل ما كانش يعني 100%، ومش الشكل بس، يعني احنا بنحب الرز المعمر كده، زي ما تقولوا كده سايح ونايح، يعني الرز مستوي قوي، القشطه باينه فيه، اللبن باين فيه، فالصينيه ديت كده ايه، طلعت
من المرة دي مش كويسة قوي. الطاجن اللي هو ما كانش معمول حسابه طلع تحفة، اللهم بارك، تحفة تحفة في الشكل وفي الطعم، وكان مظبوط بالشعرة. فانت تحطي تلت الطاجن رز، التلتين التانيين هتحطيهم الاكتر الاكتر لبن، والباقي تحطي مية عشان ما يعجنش معاكي على الاخر. ده الطاجن التاني، شكله وطعمه اللهم بارك تحفة. جربوا الرز المعمر هتعشقوه، الرز المعمر الحادق، وكمان انا باكله حلو. يلا اشوفكم في فيديو جديد مع